اهلا بكم في برنامج العالم، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن صبحي عبد السلام. يعني صبحي عبد السلام ده واحد شخص كاره وحاقد وغلاوي جدا جدا تجاه النادي الاهلي. صبحي عبد السلام ده بيعمل كلام، بيقول كلام منتهى التعصب فتنه. اكتر واحد بيعمل تعصب فتنه في الرياضه المصريه، هو منبع للتعصب فتنه، لان هو بيقول كلام يعني كله تعصب. كلام عايز يصير الجدل، بيحب الترند واللقطه. صبحي عبد السلام ده طبعا، صبحي عبد السلام طبعا يعني بيقول حاجات اصلا كلام غير محترم عن النادي الاهلي، كلام بشع عن النادي الاهلي، كلام بينام عن التعصب فتنه، وبيقول كلام كله كذب وافتراءات على النادي الاهلي. طبعا صبحي عبد السلام طبعا هو بيقول حاجات اصلا مش موجوده على الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خيال. واضح الاهلي عامل له مرض نفسي وعامل له تعب نفسي وعمل له عقده من سنين يعني. فطبعا صبحي عبد السلام طبعا هو ب 100 وش متراوم، ما عندوش شخص، ما عندوش مبدا في حياته، فطلع هو منافق ومدلس وكذاب وانه بيقرا وبيغل وبيحكي. والشر ما النادي الاهلي عمل له مشكله وعمل له عقده من سنين لانه هو بيكره وبيغير اتجاه النادي الاهلي. طبعا فيديو جد، يعني فيديو لكم جد والله العظيم حاجه كلها كذب وحاجه حاجه غير محترمه وحاجه في منتهى تعصب فتنه. تعالوا شوفوا معايا كده. لكن في النادي الاهلي يعني انا بستغرب، بيمر بأسوأ مرحله يمكن في تاريخه المعاصر من حيث النتائج ومن حيث الاداره العشوائيه والقرارات اللي الاهلي بيدفع ثمنها. يعني والله صبحي عبد السلام انت بتيجي تقول يعني تقول انهيار النادي الاهلي، وان خبط الاداره وفاشله، وانه يتحمل قراراته، واللي هو اللي عملها. طبعا الاهلي عارف قراراته، وهناخد حقنا في الموضوع ده. حكايه ان هو حصل ساعه موضوع اللي هو موضوع اللي هو الاهلي والزمالك، اللي هو حصل الموضوع ده المفروض يبقى في تحكيم اجنبي. هناخد، لكن انت بتيجي تتكلم وانهيار ومش انهيار، يعني صبحي السلام بيقول اصلا حاجات اصلا مش موجوده، حاجه كوميديا وحاجه ضحك يعني. يقول لك انهيار النادي الاهلي بسبب اللي هو فيه، ولا في الكلام ده. يعني تخيلوا اللي هو بيقوله ده، ولا في الكلام ده اصلا، مش موجود الكلام ده. هو بس عايز يعمل حاله، عايز يعمل اي حاجه وخلاص، ده اي دوشه واي حاجه وخلاص. فهو اصلا مش ده حاجه يقولها. تخيلوا هو اصلا مش ده حاجه يقولها اصلا، لان هو بيحب الترند واللقطه يعني. طبعا صبحي السلام طبعا هو كاره النادي الاهلي وحاكد عن النادي الاهلي. صبحي عبد السلام اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوني في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. كل يوم رايح للأهلي أنسى